رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. قد حان موعد قدوم أفضل شهر في السنة، شهر رمضان. وزي ما احنا متعودين إن كل سنة في رمضان بيكون في منافسة قوية جدا بين المسلسلات، فأنا النهاردة جايب لكم أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2025. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتصلوا على النبي. في المركز الأول مسلسل المداح، ومن وجهة نظري إن مسلسل المداح هيكسر الدنيا لأنه مليان بالإثارة والتشويق. ده غير كمان إن صابر المداح في آخر الجزء الرابع المفروض إنه كان مات، طب رجع إزاي وهيعمل إيه؟ ده اللي أنا أعرفه الجزء ده. في المركز التاني مسلسل الغاوي، هيكون من بطولة أحمد مكي، واللي أخيرا هيطلع من مود الكبير قوي وهيعمل كاركتر مختلف خالص. والمسلسل بيتكلم عن شمس، واللي هو أحمد مكي، مراته بتموت وهو بيتظلم جدا، وبنعرف ان هو ماشي في سكة الاجرام وكده، وبيكون عايز يتوب ويعيش ابنه حياة نظيفة. وفي تفصيلة عجبتني جدا، وهو ان احمد مكي قال كل ما بعرف بني ادمين كل ما احب الطير والحيوانات اكتر. ودي فعلا حقيقة، الحيوانات ساعات بتكون انقى واحسن 100 مرة من البني ادمين. ده غير كمان ان احمد مكي بيعشق حاجة اسمها طير، وده بيفسر وجود الحمام في بوستر المسلسل. المركز التالت هيكون من نصيب مسلسل العتاولة، وانا شايف ان الجزء التاني هيكون احسن من الجزء الاول، بس انا عن نفسي محبتش مود المسلسل من الجزء الاول، وحسيت ان الممثلين مش في مكانهم الصح. وفي المركز الرابع مسلسل فهد البطل، هيكون من بطولة احمد العوضي. وزي ما احنا عارفين ان احمد العوضي دايما بيطلع بشخصية الشهم الجدع اللي مش بيسيب حقه، فهو حب يغير وهيطلع بشخصية الشهم الجدع اللي مش هيسيب حقه. في المركز الخامس والأخير مسلسل سيد الناس، واللي هيكون من بطولة عمرو سعد، واللي بنعرف إن بعد ما والدته بتموت بيكتشف إنها سايبة فلوس كتيرة جدا، ولكن الفلوس دي وراها حاجات غامضة كتير. وأنا شايف إن أداء عمرو سعد متغيرش من ساعة مسلسل ملوك الجدعنة. وبس، في النهاية متنسوش إن رمضان مش بس للمسلسلات، ولكن للطاعة والعبادة وقراءة القرآن. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.